إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوم الدارجة. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غنضرب واحد الإطلالة على واحد الريبورت. هذا واحد الألماني في هذا الأسبوع هذا، يعني خبير في العملات الرقمية، دار واحد الريبورت وتكلم على خمسة هاد العملات. قال لك نعم سيدي، هادو مازالين في أسعار يعني مناسبة. الوغ إخواني أخواتي، ما نطولش عليكم، ندخلوا يعني في صميم الموضوع. أنبغي فقط نقول لك إخواني أخواتي، يعني هذه راه ماشي نصيحة استثمارية، باغي نشارك معك فقط يعني هذا الرابور كنشرحو ونتكلموا الإيجابيات والسلبيات ديالو. أما بالنسبة للأسعار، يعني الناس الجدد راه عندنا القناة ديال التليجرام راه كنتكلموا عليها يعني دائما يوميا، وكاين عملات اللي دخلنا فيهم بأسعار جيدة وغادي نتكلموا عليها شوية تفصيل. الوغ إخواني أخواتي، نتكلوا على الله وندخلوا إلى الموضوع. الوغ إخواني أخواتي، قبل ما نتكلموا على هذه العملات هذه، ما فيها بس نضرب واحد الاطلال على البيتكوين. بون، البيتكوين شنو كان ما يتقال ليه؟ آه ماشي هاد الجمعة، قبل 15 يوم في التليجرام راه تكلمنا، يعني كان الاوديو راه مازال كاين، وقلنا راه بان يعني راه نقدروا نكونوا بان وصلنا للقاع. وقبل يعني جوج اسابيع هادي، يعني تماك انا ايضا اللي كان عندي ايضا يعني شراء بعض العملات، وراه شاركتهم كلهم في التليجرام. وكما لاحظتي يعني الحمد لله، يعني هذه جوج اسابيع وحنا غاديين مازالين في الايجابيه. اما بالنسبه للبيتكوين، البيتكوين انا ما خديتش فيه. علاش؟ يعني تكلمت معكم صريح العباره. كنا كنقولوا دائما اخواني اخواتي، ملي كنا في اسعار هنا قلنا راه ولا بد نعاود نزلوا ل 50 الف اورو، وراه نزلنا له يعني كما كتلاحظ ثلاثه الخطرات وحنا كنبونسيو. انا كنت تكلمت وقلت الا وصل يعني البيتكوين الا كان ديك 37 حتى ل 45، غادي يكون ايضا مناسبه جيده على المدى الطويل، لا المتوسط ولا البعيد المدى. يعني بصالح العبارة، علاش أنا ما شجعتش في هذه الأسعار هذه. يعني السبب فهو سهل. يعني اللي يشرب بأسعار 17 18 و16 ما يمكنش يشري بهذه الأسعار هذه. سيرتو بالنسبة لي أنا دابا البيتكوين، الرؤية ديالي بالنسبة للبيتكوين، يعني البيتكوين بقى واحد الاستثمار اللي بعيد المدى، وكما كنلاحظوا يعني فيه مستقبل ان شاء الله. كنشوفوا بان بزاف العديد ديال الدول اللي كتجه ليه، وخصوصا بان كنشوفوا بزاف الدول يعني العمله ديالهم ديال البلاد كنلقاو بان يعني كت آه، يعني كتخسر الكثير في القيمه ديالها. فلهذا شفنا العديد ديال الدول اللي الناس ديالها اتجهوا للبيتكوين حفاظا للقيمه الماليه ديالهم وايضا المدخرات ديالهم. الو اخواني اخواتي، نرجعوا الى صميم الموضوع. كما قلنا كاينين خمسه ديال العملات. العمله الاولى اللي بغيت نتكلم عليها هي السولانا. الور كما كيقول في الرابور ديالو، كما كتلاحظ تيقول لك يعني داير يعني ستوب، يعني وقتاش غادي، يعني هو داير يعني الهدف، وايضا وقتاش غادي يخرج من السوق. لان هذا اللي داير 80 دولار، يعني هذا راه شاري ب 10 ب 20 دولار. لان راه تكلمنا عليها تقريبا شحال هذه، كانت عامين ولا عام ونص، كانوا اسعار يعني متدنيه، فهمتيني. بيان سور كانت ايضا واحد يعني الفرص ديال 120 130 دولار. انا شخصيا لانها كما كتلاحظوا يعني في ديك الوقت كان بزاف ديال الشباب اللي داير خسائر. انا ما شجعت عليه حتى شي حد باش يشريها بهذه الاسعار هذه، باش نكونوا واقعيين. سينو كاينه ايضا السيليسيا. انا السيليسيا كنت دائما تنتكلم مع الشباب تنقول له اللي مازال ما داخلش فيها ما مستكيش، ماشي مشكل الا شرا منها واحد القيمه. الوغ شنو داير الهدف ديال 25 و 30 دولار؟ انا كتبان ليا بانها يعني انا تنقول ديك 20 25 دولار فهي ممكنه. سينو الور كما كتلاحظ، يعني انا ايضا شريتها باسعار يعني اللي مرتفعه شي شويه، ولكن انا الهدف ديالي كان ستيكين، لان كان فيها الريورد كتير. كان ايضا الملكيه يعني ايضا مستيكي فيها. وكنا تكلمت عليها ايضا في التليجرام وقلت اخواني اخواتي، الملكيه فهي جيده. من الاحسن الواحد الا كان ممكن بالاستطاعه يدير لها ستيكين ديال واحد 20 ديال العمله، 20 وحده. انا تنظن بان تعود عليه بالمنفعه
في الأشهر القادمة إن شاء الله. ألور سينو إخواني أخواتي، كاين العملة الثالثة. العملة الثالثة هي الصاغة، تكلمنا عليها يعني في العديد من الأوقات. يعني الصاغة كانت كتوصل دائما للدولار. تكلمت مع الدراري أيضا في تليجرام، ويعني راه هاد يعني دارت ارتفاع جيد بزاف. ألور كما كتلاحظ يعني 2.48. غير واحد الشيء اللي نبغي نقوله لك، دائما الواحد خاصو يحط أهداف. وانا بالنسبه لي شجعت الشباب كثير يعني على هذه العمله هذه، سيرتو مني وصلت للدولار. تكلمنا وقلنا اخواني اخواتي، الواحد على الاقل يحاول ياخذ واحد 101 ديال العمله، لان راه كانت تقريبا 90 سنت. انا عاود نشوف هنايا عليا دابا. انا كنشوف غير الكوين ماركت، لان هنايا ما يعني ما دايرينش واحد التحليل اللي عميق. الور كما كتلاحظ يعني نزلات في ها انت في اوت كانت تقريبا 90 سنت، يعني كانت كدا 80 سنت. يعني اقل من 100 دولار. يعني 100 دولار كانت غادي تجيب لك واحد 105 ديال العملات، دير لهم ستيكين. انا تيبان ليا بالنسبه للاشهر القادمه غادي تكون ايجابيه، لان سيرتو ملي كيتلونس تيكون لونش ديال البول ماركت، راه تيكون يعني الايردروبات تيكونوا جيدين باش يبغوا باش الناس ما يشجعوهمش على البيع. سينو الور كما قلت لك انا بالنسبه ليا يعني هاد العمله هادي انا بحال اللي قلت لك، يعني انا خديتها بدولار، ما كنفكرش باني نزيد فيها. لان كما قلنا خاصنا نكونوا يعني محتاطين في هادشي ديال العملات الرقميه. سي فري دابا البيتكوين الا رجعنا ليه راه كاين واحد، ولكن راه مازالين عارضيين. كما كتلاحظ من هنايا مازال ما عندناش واحد القمه اعلى من القمه ديال هذه، لان كما كتلاحظ القمم كلها يعني غدا يعني القيمه ديالها كتنزل. الشيء اللي كان عندنا هنا ايجابي هنايا، بان هاد النزول ما كانش اكثر من هاد النزول اللي هنايا، لان هنا كما كتلاحظ هنايا هذه منطقه شراء قويه. وكما كتلاحظ يعني على هذا ايضا واحد الشيء علاش ما شجعناش الواحد يشري البيتكوين، لان كما كتلاحظ كاين يعني عملات يعني دغيا كدير فيها ارباح جيده. الور كما كتلاحظ يعني ما كملناش تقريبا هذه واحد الشهر، كنا مازال في اود كنا بقل من دولار. دابا كدير جوج 50 دولار، يعني فقط 1000 دولار راه كتجيب لك 2000 ونص، ومازال تطلع. خاصها شويه ديال الوقت، لان كما لاحظتوا كان جوج خطرات شويه كتهبط الدولار يعني. كيكون ارتفاع جوج دولار وعاوتاني تصحح، يعني خاص واحد الوقت هادي باش عاد تكمل في الصعود، لان ديما خاصنا نكونوا عقلانيين وما نمشيوش يعني بالعواطف بزاف. سينون السوي ايضا عطاونا الفرصه، كانت 40 50 سنت. آه، هو الشي يقول لك هنايا، قال لك الهدف ديالو 5 حتى 7.5. تتبان ليا يعني يعني معقوله. وكما كتلاحظ يعني كيدير الهدف وكيدير ايضا يعني المنطقه ديال الخروج، لان الا ضربتي نمشي نشوفوا السوي، الا ضربنا واحد الاشهر تقريبا راه وصلت هي ل 40 ولا 50 سنت. يعني انا تنظن الدراري يقدروا يكونوا شراو فيها. المهم سيرتو الناس ديال الجروب ديالي تكلمنا عليها يعني آه يعني العديد من المرات. سيرتو هي اللي هي وان، ويعني عندها مستقبل على الأقل يعني في هاد السنة ولا السنتين القادمتين. الور كما كتلاحظ إلا زدنا هنا هبطنا شي شوية راه كانت هابطة هنا وي. الور كما كتلاحظ هنا تقريبا 50. أنا شريت أيضا مناطق 60 وخمسين وسبعين، ولكن هادو هما من بعد ما عاودش زدت. سينو كما كتلاحظ يعني دولار وخمسين ارتفاع جيد. شيء طبيعي مازال نشوفوا ارتفاعات أخرى، ولكن راه يقدر ياخد معنا شي ديال الوقت، لأن كما قلنا دابا البيتكوين سي فري راه كاين واحد الصعود، كاين واحد الانتعاشة، خصوصا مع تخفيض سعر الفائدة. ولكن كما قلنا يعني يعني هاد الأوقات هذه مازال خاصنا نكونوا حذرين. ويعني ايضا اللي مازال ما استثمرش ومازال باغي يدخل خاصو يكون يعني فقط بحذر، وما يكونش مبالغ اللي يكون يعني مبالغ فيها. يعني كما قلنا فهذه مرحلة صعبة. بيان سور واحد الاستثمار راه ما تيساليش، ولكن يعني كلما تعطلتي كلما يعني القدر ديال المال اللي خاصك تحطه ما خاصوش يكون كتير. مخاطر لا قلنا شريتي البيتكوين، لان كما قلنا البيتكوين اللي كيبغي يدير دولار كوست افريج
400 500 دولار في الشهر، انا تتبان لي ايضا شيء جيد. ولكن في العملات البديلة تتبان لي مغامرة. نمشيو نضربوا إطلالة على العملة الخامسة انجيكتيف. انجيكتيف أنا وقتاش يعني كنت متبعها في الأول، ولكن واخا هكاك يعني ما، يعني في الأول بكل صراحة هذه من الأشياء اللي فلتها في وقت البير ماركت، يعني 2022 في الأول ديال 2023 2000 يعني راك عارف مني شفنا داكشي ديال يعني داكشي ديال سميتو ديال ستيكين، يعني كنت ايضا حطيت فيها شي حاجه. انا الاغلبيه ديال الانجكتيف اللي واخدو دابا فهو فقط الستيكين. كان عطاونا ايضا شي ريورد كان زوين ديال الهيدرو مازال محتفظ فيها واخا نزلات، مازال داير لها حتى هي الانجكتيف ستيكين، هي ايضا والهيدرو. راه تكلمنا عليها يعني في بزاف ديال الفيديوهات. وش الو شنو داير هنايا السعر؟ لان هي فيها 100 حبه، نعاود نضربو اطلاله. نورمالمون كان عندها دائما يعني ماشي شي عملة اللي نهارت، يعني خطرة وحدة اللي شتا تقريبا 13 ولا 14 كانت نهار هبطنا ل 50 دولار ولا أقل من 50 دولار. الله شنو نديرو انجكتيف. يعني الأغلبية كتلقى دائما ما بين 19 20 دولار، وملي كترتكز هنايا كتزيد تكمل، راه كانت وصلت حتى ل 50 دولار. يعني كما كتلاحظ هنا كان يعني كانت المناسبة. ولكن أيضا أنا بالنسبة لي في هذا النزول الأخراني ما خديتهاش، لأن أنا ديجا داير لها ستيكين. وبالنسبة لي يعني السعر، فهمتيني، يعني خاصنا نشوفوا عملات، يعني نشوفوا عملات اللي تقدر تعطينا. ولكن كما قلنا انا بالنسبه لي هاد العملات كامل اللي تكلم عليهم، يعني السيليسيا مازال نقولوا يقدر تكون دابا 5 6 دولار، يقدر تكون مازال فيها يعني مازال. الور ساغا الى رجعت لمنطقه اورو 8 دولار 8 جوج، مازال نقولوا الواحد يقدر يغامر فيها. السويد دابا راك شي يعني طالعه صعيبه. يعني بالنسبه لمناطق الشراء 90 دولار شراء كتبقى دائما منطقه جيده. سينو الانجكتيف انا تيبان لي دابا السعر عالي، هو حاط الهدف ديال 80 100 دولار. شنقول لك انا يعني ما عارفينش يعني يعني السنه القادمه. انا بالنسبه لي 2025 هي المنطقه اللي يعني هي هو الوقت اللي الواحد يعني خاصو يبيع هادشي اللي جمعنا في هاد السنتين ولا 3 سنوات الاخرانيين، ويعاود يفكر عاوتاني في المستقبل ان شاء الله. اما بالنسبه كما قلنا للبيتكوين، باش الواحد يشري كميه كبيره في هاد الاسعار هادي، انا تتبان لي يعني آه، من الاحسن عدم المغامره. سي فري يقدر السعر يطلع، ولكن يقدر انا بالنسبه لي، لان كنشوف اسواق اخرين، كنشوف ايضا في الذهب راه تكلمنا عليه اليوم اللي دار ارتفاعات قويه ودار ايضا ارباح جيده. الور كما كتلاحظ يعني وصلنا ل اول تايم هاي. اول تايم هاي ديال الذهب ما كيكونش عندنا بزاف الوقت اللي كنذكروها، يعني اول خطره كنتكلم على اول تايم هاي ديال الذهب. يعني كما كتلاحظ يعني الذهب دار ايضا ارتفاعات قويه. ويعني ملي كتوصل بحال دابا الاسعار ديال البيتكوين كتقول اوكي دابا واصلين تقريبا شحال 62 ولا هادي، شحال خاصو ديال الوقت باش يوصل ل 100 ولا 120 ولا هادي. الور فلهذا بالنسبه لي البيتكوين يعني كتانفيستي فيه دابا بحال كتانفيستي بالذهب، كتشري كل اللي بغى يشري مره كيشري شي بركه. يعني ماشي ديال باش غادي ناخدو وغادي ندير ارباح اللي كثيره. الارباح انا بالنسبه لي كيبقاو في هاد العملات. سينو احسن عمله كانت في هذا الريبور بالنسبه لي هي الساغا، لان دارت ارتفاعات قويه من دولار، يعني عطاتنا ارباح دابا 2 دولار ونص. انا بالنسبه لي السعر ديال 6 8 دولار فهي يعني ماشي بالشيء اللي مستحيل. يعني حتى 4 5 دولار نقدر نشوفوها من بعد الشهر. يعني كما قلنا يعني عليها بزاف ديال الايردروبات، بزاف ديال الناس اللي دايرين لهم ستيكين. الور اخواني اخواتي، هذا هو الريبورت اللي كاين، هادو هما اللي كانوا العملات اللي كاينوا. ونتمنى بان الفيديو يعني يكون يعني في يعني الشرح يكون كان جيد. الور سينو اخواني اخواتي، هادشي ديال الكريبتو الواحد يعني ما يمشيش يعني يتبع ديك ملي كتجي ديك الموجة ديال كلشي كيتكلم وكلشي بأن السعر غادي وطالع وطالع. الو الواحد ديما الكريبتو خاصو يرد بالو.
هذه التجربة ديالي تقريبا ديال 7 ولا 8 سنوات ديال الكريبتو. ما عمرك تقول بأن الفرصة مشات. دائما السوق تيعاود يعطيك واحد الوقت الفرصة. واخا تشوف هاد الارتفاعات هكا يقدر يزيد يكمل في الارتفاع، ولكن كيجي واحد الوقت ما كتكون كاع منتظرة. كيجي واحد يعني هبوط اللي قوي. وكما قلنا راه عندنا التليجرام، الا كان المناسبة راه كنتكلم عليها. كنقول فقط الرأي ديالي، ماشي ولا بد بيكون صحيح، ولكن كتبقى فقط واحد المجهودات. الور اخواني اخواتي، آه، هذا هو ما كل بالنسبة للفيديو اليوم. شكرا للمشاهدة، والفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.